السلام عليكم، كي دايرين الصحة والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. والله الا توحشت نبارطاجي معكم الوصفات المتواضعة اللي كنعرف ليها غير الظروف اللي منعتني عليكم، وكذلك قلة التفاعل في القناة، وكنتمنى هاد المرة ما تبخلوش عليا. المهم هاد المرة غادي نبارطاجي معكم شباكية كتجي معلكة ومجعبة بدون تعقيدات، وإلا كنتي أول مرة كديريها غتنجح ليك. ايوا يلا نبداو على بركة الله. غادي نحتاج فيها نص كاس ديال الزبده مذوبه، وغادي نكمل الكاس بنص كاس اخر ديال زيت المائده او زيت الزيتون، وغادي نضيف ليها كاس ديال الجنجلان ما يكونش محمر باش ما يعطينيش المروره. وهاد الجنجلان خاصو يكون مطحون مزيان ومليل. وبمساعده البغا ميكسور ولا الخلاط الكهربائي غادي نزيد نطحنو مازال مع الزبده والزيت حتى يتطحن مزيان ويولي بحال املو. هاد المرحله مهمه بزاف باش كيتجانسوا الزيوت ديالي مع هاد الجنجلان، وكيخلي ان العجينه ديالي ما كتطلقش ليا الزيت واخا نخدم بها شحال ما بغيت. ملي غادي نبدا نخدم العجينه غيبان لكم الفرق مزيان. وكما كتلاحظوا زدت كاس ديال المزهر وربع كاس ديال الخل. غادي نطحنهم معاهم مزيان حتى يتجانسوا جميع المقادير. ودابا غادي ناخد الطحين الابيض ميكون من جوده جيده، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الخميره الكيماويه، وممكن قبصه ديال الخميره الفوريه. وغادي نزيد ليه كذلك واحد القبصه ديال الملوحه اللي كتعطي البنه لكل شيء. غادي نخوي الخليط الاول على الدقيق ديالي باش نجمع بها العجينه، ولا ما جمعتش ليا نزيد ما زهر ولا الماء. نسيت واحد الحاجه، ما غاديش نكذب عليك ونقول لك ما تصورتش ليا. نسيت معلقه ديال النافع تكون مطحونه مزيان. الصراحه خلات واحد الفرق كبير في المذاق، ما ديروش بحالي وتنساوها. بالنسبه للماء خاصني نخويه بشويه بشويه، حيت العجينه خاصها تبقى عندي قاصحه. كتسهل عليا الخدمه وكتخلي ان الورده ديال الشباكيه ملي كنشبكها كتبقى شاده في راسها وما كطيحش. الخدمه في هذا البول ما قنعتنيش. غادي ندير كل شيء فوق الطاوله ونجمع العجينه ديالي وندلكها شويه، ومن بعد نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح ونرجع معكم. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي غادي ناخدها من الكيس بلاستيكي وغادي نسرحها مزيان. كتكون شويه رطبه ملي كتاخديها من الكيس بلاستيكي، الا بدات كتلصق لك في المدلك ممكن دهنيها بشويه ديال الفورس. عوض ما نقطعها على شكل كويرات ونبقى نطوي كره بكره ونضيع فيها الوقت، كنفضل انني نسرحها كلها ومن بعد ندير ليها طويان بحال الفويتاج ديال لاباط فويتي. هانتوما كما كتلاحظوا العجينه ملسه وما كتشققش وما كتطلق حتى شويه د اليدام. وغادي نطويها على 4 ونخليها ترتاح، من بعد ما نغطيها بالكيس بلاستيكي باش تسهل عليا نعاود نسرحها. غادي نعاود نفس القضيه المره الثانيه، نسرحها ونطويها تاني على 4 ونغطيها تاني بالكيس بلاستيكي حتى ترتاح شويه. الا شفتي العجينه كتلصق لك في المدلك زيدي شويه ديال الفورس، اصلا ما تخافيش منه، الا واخا زدتيه وسرحتيه بحال هكا غادي يساعد حتى على الفويتاج. كنطويها كما قلت على 4 ومن بعد بحال المسمنه، ومن بعد غادي نغلفها بالكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح لاخر مره. غادي تبان لكم العجينه بيضاء. ممكن تقولوا لي علاش ما ضفتيش الملون الغذائي على الاقل ولا ضامه البنه الا ما درتيش الزعفران؟ انا ما كنبغيش نضيف مواد كيماويه، كنحاول نتفاداهم، واللون ما كيهمش، المهم هو المذاق. من بعد ما ارتاحت بديت ديجا نسرحها وغادي نكمل ليها دابا تسرح قدامكم، ومن بعد غادي نقطعها على شكل مستطيلات. شفتوا العملية سهلة وبسيطة. غادي نحصل على عدة مستطيلات في نفس الوقت عوض ما كنبقى نسرح كل شريط بوحده.
غادي نحط هاد المستطيلات فوق بعضياتهم ونفصل بيناتهم بشويه ديال الفورس ونغطيهم بالكيس بلاستيكي، وانا كنخدم وهما كيزيدوا رطابو وفي نفس الوقت ما كيديروش القشره. غادي نسرحهم بالورقه ديال الشباكيه او فقط باليد، ومن بعد غادي نطبعهم بهذا الطابع اللي ما كيخطانيش، واخا كيحفى كنمشي نمضيه عند موالين النحاس وكيرجع بحال جديد، وصحيح بزاف كيبقى عندك سنين متعدده. الا بغيتي تخدميه كتمشي لاي جوطيه حداك، كتمشي عند موالي نحاس وكتوريه الموديل وكيخدموا لك. بغيتي ديال 5 كيدير لك ديال 5، وبغيتي ديال 6 كيدير لك ديال 6. المهم بالنسبه للتشباك راه اليوتيوب عامر بالتشباك. الطريقه اللي ولات عجبتني هي هذه، كنطوي جوج وكنخلي وحده هي الاخرى هي اللي كنشد بها، ومن بعد كنحل هذوك جوج فتحات وكتعطيني شباكيه بحال هكا. او بالطريقه التقليديه كنهز وحده ونخلي وحده ونشدهم من التحت وكندور، وكنستفها في شي بلاطو وكنخليها تنشف باش ملي كنهزها كتبقى حافظه على الشكل ديالها، واخا كنرميها في الزيت كتبقى محافظه على الشكل ديالها. جينا لمرحله القليان. بالنسبه للزيت خاصها تكون غزيره وفي نفس الوقت خاصها تكون سخونه، ونقص عليها العافيه ونخليها بشويه بشويه وهي كتقلى وانا كنحرك فيها. بالنسبه ليا الشباكيه كنخليها شويه شهبه، كتعجبني شهبه ما كتعجبنيش المحمره، كنديرها غير تلون شويه وفي نفس الوقت كطيب. اصلا هي الا درناها على عافيه المهيله كطيب من برا ومن الداخل. وكنطفيها في العسل اللي يكون دافي، خاص العسل يكون ثقيل باش يبقى شاد لك في الشباكيه. اما الا ما كتعرفيش ديريه فموجود عندي في القناه كينجح 100%. غتلقيني دايره لك الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه للتعسال كندير واحد الكميه وكنخليها على الاقل واحد 3 ولا 4 دقائق باش تشرب مزيان العسل، ما تزربيش عليها. وباش تضمني ان العسل غيبقى شاد في الشباكيه ديريها في البواطه اللي غتجمعيها فيها، ومن بعد ديري فوق منها العسل اللي غادي يبقى لك. وفي الاخير كنزينها بشويه ديال الجنجلان ولا شويه ديال اللوز كونكاسي، واخا نكون انا ما دايراش فيها اللوز. بصراحه هذه الطريقه كتجي معلكه بلا لوز، لان الغرض من اللوز هو تعليكه ديال الشباكيه. اما بالنسبه للمذاق فإلا درتي معها الجنجلان ما كيبانش المذاق ديالها، لان المذاق ديال الجنجلان هو اللي كيكون غالب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، معلكه وبنينه وشاد فيها العسل مزيان ومجعبه.